ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة. تعالى كده سريعا اقول لك محتويات كتاب المفاهيم بتاعنا. في البداية كده هو بيبدأ معاك بالبريودك تيبل، وعايز اعلمك حركة في البريودك تيبل. يعني حركة الصراحة انا ما كنتش عايز اقولها لك من اول السنة. ليه؟ عشان تحفظ جدول الفالنس. بس عايز اقول لك ان الجدول ده فيه جدول الفالنس اصلا. الله، طب لما هو هنا بتحفظهوني ليه؟ الحفظ يخليك تحل اسرع. طيب، انا هعلمك دلوقتي ازاي تعرف الفالنس بتاع element لو انت انسان بطيخة. طيب قولي انا بطيخ اعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، اولا زي ما احنا عرفنا في منهجنا ان الترانزيشن element ليهم اكتر من oxidation state، فسيبك من الترانزيشن elements خالص، ما تبصش عليهم. انا هعلمك تجيب ازاي دلوقتي الاليمنتس من هنا لهنا اللي هو بيسأل فيهم. يعني لو جه في الامتحان قال لي مغنيسيوم نايترايد، اكتبه ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، لو هو بيكلمك على element واحد بتعرف تطلعه من البريودك تيبل عادي. طب ازاي اطلعه من البريودك تيبل؟ كل اللي انت بتعمله ان انت بتشوفه واقف في انهي جروب. بمعنى، انا دلوقتي قال لي مغنيسيوم، ده الجروب رقم كام؟ 2، يبقى انت الفالنس باتنين. ايه ده بس كده؟ اه، بس دي بتمشي لحد رقم كام؟ دي لحد رقم 3. يعني بص، لو افترضنا ان ده 1 2 3، الكلام ده بيمشي في التلاتة دول. يعني قال لي كالسيوم فالنس ب2، قال لي مثلا ألمنيوم فالنس ب3، قال لي ليثيوم فالنس ب1، قال لي باريوم فالنس ب2. يعني بتمشي في التلات عواميد دول. طيب ده بالنسبة للجزء البوزيتيف. امال النيجاتيف بقى؟ النيجاتيف نفس الفكرة بس بالعكس. يعني ايه؟ يعني مش ده 1 2 3، اه، سيب الرابع وتعالى الناحية التانية اكتبهم 1 2 3. ده برضو نفس ترتيب الفالنس. يعني انت مثلا النيتروجين كده فالنس بكام؟ 3. بعد كده انت عارف طبعا ان احنا بنبدل فتبقى Mg3N2. يبقى لما تعوز تجيب element في الامتحان او تكتب compound في الامتحان وانت مش حافظ الفالنس بتاعه، تعمل ايه؟ تكتب كده 1 2 3. بص انا بكتب الارقام فين، 1 2 3، 1 2 3. اللي في النص هو الكربون. افتكر كده ان الكربون هو اللي في النص، السي هي اللي في النص. ماشي. قال لي عايزك مثلا تكتب لي مغنيسيوم اوكسايد. طب ثانية واحدة، ادي المغنيسيوم، يبقى الام جي فالنس ب2. قال لي اوكسايد اهي الاو بكام؟ برضه فالنس ب2، يبقى 2 تطير مع 2 ام جي او. طب قال لي مثلا عايزك تكتب لي ألمنيوم كلورايد. حاضر، فين الألمنيوم؟ أهو، يبقى فالنس ب 3، ألمنيوم فالنس 3. فين الكلورايد؟ أهي سي ال فالنس ب 1. كل واحد طمع عينه في حاجة التاني، ايه ال سي ال 3. فيها مشكلة كده؟ يبقى أنا لو عايز أكتب الفالنس بمشي بالطريقة دي. طيب في شوية بقى بره الرولز دي، يعني مش هتلاقيهم في البريودك تيبل أصلا، اللي هم زي ال SO4، ال NO3، BO3، وال CO3، واخوهم ال HCO3. دول مش هتلاقيهم، ولا حتى الكروميت ولا الدايكروميت. دول اسمهم راديكالز. الراديكال يعني ايون مركبة، كذا حاجة ماسكين في بعض. دول الصراحة لازم يتحفظوا. ده بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2، نيجاتيف 2، نيجاتيف 2. نايتريت نيجاتيف 1، بي او 4 نيجاتيف 3، والبايكربونات نيجاتيف 1. يعني انت بس اللي هتحفظهم دول. اعتقد انت اوريدي حافظ الكربونات والسلفيت والنيتريت والفوسفات. دول بس اللي يعتبر شكلهم غريب شوية، البايكربونات والكرومات والدايكرومات. اي حاجة تانية تعرف تجيبها من البريودك تيبل زي ما قلت لك خلاص عليهم. اوكي. بعد كده عندنا اليوزز. عشان كده كنت من اول السنة بقولك ما تحفظش اليوزز، لان هي اوريدي هنا. انت بس يفضل ان انت تقراهم مرة، يعني تقراهم من هنا كده مرة،
اللي هو عينك تعرف الكلمات، ولو في كلمة مش فاهم معناها اصلا، كلمة انجليش مش فاهم يعني ايه، تقراهم بس تبقى عارفهم، بحيث ان انت لما تيجي في الامتحان يسألك على يوز تبقى خلاص انا عارف ده تقريبا، ده باين كان يا في الزنك يا في الايرن، فاول اتنين تبص عليهم هما الزنك والايرن، ما لقيتهوش تقعد تدور. طيب الحاجة التالتة اللي كنت بقولك عليها، الأسئلة بتاعت التوزيع. لما يجي يقعد يقولي مثلا element x نهايته دي 5، احنا لسه هنقعد نوزع، ما هو مين اللي دي 5 يا عم انت، او يا المنجنيز يا الكروميوم. فتشابتر 1 من ورقة المفاهيم جامد قوي الصراحة. طيب حاجة كمان اللي كانوا حاطينها في الامتحانات الاسترشادية، مين اللي بيكونوا ستيبل عند البوزيتيف 3؟ اللي بيكونوا ستيبل عند بوزيتيف 3 او مش ستيبل، يعني اللي بيحبوا البوزيتيف 3، كان عندنا اشهر اتنين الكروميوم والايرن. طبعا الحته بتاعت الاندرلاين والاشهر دي هي المفروض ملغيه، بس تبقى عارفها لان هي جت في امتحان استرشادي، فتبقى عارف بس ان البوزيتيف 3 اللي بيتبسطوا في البوزيتيف 3 هم الكروميوم والايرن. طبعا ممكن تقول الكوبالت، بس الكوبالت هم مستبعدينه لاسباب تانية، هم كل شغلهم في النموذج الاسترشادي اللي جه يا كروميوم يا ايرن. طبعا الجزء اللي تحت بتاع الالوان ده ملغي، مش هيجي لك اصلا. بعد كده عندنا الجزء بتاع الميلتنج والبويلنج، ان كيس ان هو سألك مين في دول اعلى ميلتنج، مين اقل بويلنج، مين اعلى بويلنج، ما مش هنقعد نحفظ ولا نفتي، بص في ورقة المفاهيم، انت اعلى واحد يلا، انت اقل واحد، فين اقل واحد، او انت اقل واحد اوكي، يبقى اقل بويلنج بوينت مثلا هو المنجنيز، وهكذا. ده لو سألك على الميلتنج او البويلنج. طبعا الدينستي احنا عارفين ان هي من الشمال لليمين بتزيد، فانت مش محتاج الارقام في حاجه. الراديوس من اول الاسكانديوم لحد الكروميوم بيقل، ومن الكروميوم لحد الكبر نيرلي كونستانت، حتى هم شايلين الزنك لان الزنك مستبعد من كل البروبرتيز لانه مش ترانزيشن اليمنت. طيب بعد كده عندنا الجزئيات بتاعه الاكستراكشن اوف ايرن اور والرياكشنز بتاعته. طبعا اسامي البروسيس اعتقد ان هي سهله، انت مش محتاج فيها حاجه. انت اللي ممكن تلجأ له هي عمليه الروستنج والرياكشنز بتاعتها، فهي كلها كده كده مكتوبه، ما تقلقش يعني من اي حاجه. وبعد كده عندنا الجزء بتاع الالويز، لو سألك على الوي مش فاكرها هتلاقيهم مكتوبين هنا عندك، كل الالويز اللي انت عايزها موجوده. فلو سألك مثلا على السيمنتايت كان نوعه ايه، مش فاكرها ما تفتيش عادي، افتح السيمنتايت اهو، انتر ميتاليك الوي اختارها. طب يجي يقولك الديورالامين، في عبارة عن ترانزيشن element و representative element. الترانزيشن هو الجولد، الريبريزنتيف هو الليد. اوكي. وبعد كده رياكشنات الايرن، انا افضل المخطط اللي انت حافظ منه على مدار السنة اشتغل منه، يعني ما تبصش ايه ده، احنا ايه اللي ودانا هنا، احنا جينا الاورجانيك امتى اهو. الرياكشنات بتاعت الايرن انا شايف ان الصراحة اللي انت مذاكر منه اشتغل منه. طبعا هو هنا هيكون الرياكشنات كلها مكتوبة، بس انا يعني النسخة اللي معايا نسخة مقرفة تقريبا بايظة خربانة، فدول مش مكتوبين. الرياكشنات بتاعت الايرن كلها موجودة، يعني ما تحسش بستريس، ما تحطش على نفسك لود ستريس، انا ممكن انسى البتاع دي يا عم، نسيتها هتجيبها من كتاب مفاهيم مش هيجرى حاجة، بس احنا بنحاول ان احنا ما نستخدمهوش. طيب بعد كده عندنا الرولز اللي هترميها في الزبالة لان هي ملهاش لازمة. الرولز اللي هي محطوطة هنا دي يعني كلها كفتة، رولز كفتة تحت بير السلم، يعني مش تقليلا منها، بس قصدي رولز اللي هي ايه، لو انت لسه فاتح المنهج امبارح عارفها. يعني كاتب لك ان المول هو عبارة عن ماس اوفر المولر ماس، ماشي يا عم شكرا، يعني رولز ما مش هتحتاجها اصلا. المثلث الرباعي مش موجود عشان ما تدورش عليه، عشان المثلث الرباعي ده ابتداع. طيب بص يا سيدي، هتلاقي عندك بعد كده الاسيدك راديكالز هتلاقيهم مكتوبين،
يعني زي ما بقولك هي النسخة اللي معايا تحت بير السلم يعني. فانت هي عندي ممسوحة بس هم مكتوبين، فانا عايز اوريك بس لو في حاجة انت اتزنقت فيها تشتغل بيها ازاي. فانا جايب لك واحدة مكتوبة زي دول، هتلاقيهم كلهم مرصوصين كده على فكرة، الايكويشن بالبالانس باللون بكل حاجة، مفيش مشكلة. طيب انت بس ان كيس انك اتزنقت هتفتحها عادي مفيش مشكلة. بس طبعا لو انت حافظ الالوان هيسرع عليك الدنيا، يعني تبقى حافظ ان الحاجات اللي لونها بلاك هي اللي فيها اس، توفر عليك وقت. بس طبعا لو في حاجة مش عارفها خلاص، ما انت هتسيب الدرجة حرام يعني. هتفتح كتاب المفاهيم، تدور على اللي انت شاكك فيه، هتلاقي كل المعلومات مكتوبة، وما تقلقش من اي حاجة في تشابتر 2. هو كله لعبة الوان. فانت يا تشتغل من كتاب المفاهيم عادي، لو حاسس ان انا لا مش هعرف القطها او خايف من الاجابه ان هي تطلع غلط، ما يجراش اي حاجه عادي، ولا تحس باي ستريس. افتح طلع اللون. وعلى فكره هي مفيده في حاجه، لو جاب لك ايكويشن من دول ان هو عايز البالانس، طلعه انقله. انت عقبال ما تعمل بالانس هتاخد وقت اطول. بعد كده هتخش على الجروب بتاعه الكونك H2SO4، برضو كلها مكتوبه وما فيهاش اي مشكله. وطبعا طبعا لو سألك على البراون رينج تيست كايكويشن، اوعى تفكر تفتي في حاجه، افتح انقل. وطبعا هنا بيفكرك حتى بالتفاصيل الصغيرة، ان انت لو عندك نيتريك اسيد وحطيت عليه كبر، بيزود لك كمية ال NO2 نونو 2 ريدش براون جاز. وهنا بتاعت الباريوم فوسفيت والباريوم سلفيت، لما كنا بنقول سلفيت صعب يدوب، حتى هو ملونها لك insoluble في الضوء HCl، سلفيت صعب يدوب. بعد كده جزء البيزك راديكال برضه هم عاملينه بنفس الطريقة، بس كاتبين لك المشهورين. يعني هو كله مكتوب، بس بص هنا بتاعت الكبر دي مكتوبة يعني ايه في الخباثة، اللي هو مش تاخد بالك منها ان هي مكتوبة اصلا. اللي مهمة هي دي، عشان كده كاتبينها لك في جدول ومنظمة. والصراحة يعني حاجة حلوة جدا، بس انا زي ما بقولك ما بحبش اشتغل منها لان هي بتضيع وقت. يعني هو الامتحان كله يطلع من كتاب المفاهيم، بس لو هتحله في 6 ساعات مثلا. جزء الانديكيتورز ده طبعا تفتح فيه كتاب المفاهيم، ولا تحفظ الوان ولا بتاع ولا نقعد نحفظ. ده هفتح فيه عادي كتاب المفاهيم، ابص عليه، ما فيهوش اي حاجه. لو سالك على الالوان بتاعت الانديكيتورز لان هي رخمه وصعبه، والحمد لله ان هي موجوده في كتاب المفاهيم. طبعا مدي لك اشهر قانون اللي مش هيجي في الامتحان، ام اي في اي على ان اي ايكوال ام بي في بي على ان بي. طبعا ده مش هيجي لك اساسا، لان هو الموضوع هيبقى اصعب شويه. تقول لي يعني انت بتقول ان الامتحان صعب؟ الله هو اعلم، انا ما نعرفش. بعد كده عندنا الجزء بتاع ان هو بيشرح لك يعني ايه فولاتيلايزيشن وبريسبتيشن. تقول لي ايه ده، هي كانت علينا في المنهج، بتيجي كمسائل. اه تقول استنى، النظري بتاع الفيزياء. ايوه، افكرك سريعا. الفولاتيلايزيشن كان معناها ايه؟ ان انا معايا سامبل مبلوله بالميه، كنت بروح اسخنها علشان اقيس فرق نسبه الميه اللي طارت، ويبقى ده وزن السامبل اللي انا محتاجها. طب عملية البريسبتيشن كانت عبارة عن ايه؟ هي فكرتها ان انا بعمل بريسبتيت. بقول لك اهو this method is based on precipitation analyte يعني مادة من اللي بيعملوا رياكشن سوا، عشان تبقى pure sparingly soluble، مادة مش دايبة. وساعتها بعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اجيبها. طبعا من خلال، لو عايز يعني الجزء العملي اللي في المعمل بتاعها، كنا بناخد المادة السوليد دي ونحطها على اشلس فلتر بيبر، يعني ورقة لما تسخنها او تحرقها الورقة نفسها ما بتسيبش اثر. حتى هو كاتبها لك a type of filter paper upon ignition يعني تولع فيها ما بتسيبش اثر has no ash. طيب دخلنا بعد كده على تشابتر 3. طبعا مش محتاج تبقى في الامتحان حتى تقرا يعني ايه ريفرسبل وايه ريفرسبل، اعتقد ان انت فاهم يعني الكلام ده.
وكاتب لي العوامل اللي بتأثر على سرعة الكيميكال رياكشن، برضو مش هتلاقي فيها مشكلة. عايزك بس تاخد بالك من حاجة، التلات ألوان الخبثة دول زي ما انت شفت وحلينا بيجوا كتير جدا. بيل يلو ده الاف اي سي ال 3. طبعا لو قال لك ايه لون الاف اي سي ال 3 هتروح تدور انت في تشابتر 1، بس هو اصلا موجود في تشابتر 3. وخد بالك من حاجه، ان الاف اي سي ان سي ان 3 ده لونه برادي ريد. كان عندنا الريدش براون بي بي تي ده ايرن برضو، بس التاني كان ايرن تراي هيدروكسايد. لكن لو قال لي بلاد ريد، تاخد بالك من كلمه بلاد دي، يبقى هو بيتكلم على الايرن اف اي سي ان 3. طبعا هنا بقى بيعلمك ايه هي الاساسيات بتاعت التشابتر، والنظري الفهم بتاع التشابتر اللي اتشرح بالتفصيل، الاكتيفيشن انرجي واكتيفيتد موليكيول و طبعا مش هتتسال في الحاجات دي تاخد بالك منها. طبعا عشان قلت انت مش هتتسال في الحاجات دي، هتتسال فيها دي، تاخد بالك منها. لو جه اسد وانت مش عارف هو سترونج ولا ويك، تبقى تبص في دي. دول الويك اسيدز، some of weak acids في شويه. طيب جه سؤال في اسئله المعاصر، على فكره في اسئله المعاصر كنا حلينه سوا، كان بيقول لك هو مين الاضعف، اسيتيك اسيد ولا كربونيك اسيد؟ طب وانا مش عرفني مين الاضعف، اعرف ازاي انا يعني؟ تعرف من خلال الرقم ده، كل ما الباور يزيد يبقى اضعف، يبقى ده الضعيف. الكربونيك اسيد هو اضعف من الاسيتيك اسيد، عشان لو جاب لك 2 ويك ومحتار تختار مين وتسيب مين. طيب بالنسبه لقوانين الشابتر 3، طبعا في قوانين مركبه كتير. احنا زي ما اتفقنا احنا شغالين بقانونين بيطلعوا كل الاجابات، يا ده يا ده. وطبعا الديجري اوف ديسيوشيشن اللي هي الالفا، يعني اللي هي النمبر اوف ديسيوشيتد مول على التوتال مول، عشان برضو عليها مسائل وجت قبل كده في فاينل 23 دور اول. والايونيزيشن كونستانت بتاع الووتر ان هي ب 10 باور نيجاتيف 14، يعني برضو شابتر 3 مش هتحتاجه قوي يعني. وطبعا هنا ده بيقول لك لو انت مش عارف البي اتش مثلا لو ب4 يبقى ده اسيد ولا بيز. هنا كان في حته شالوها لان هي اتلغت اصلا، يعني يعتبر جدول illustration. طبعا جزء الهيدروليسيس اوف سولت ده ملغي، فاعمل له سكيب برضو. ده لسه جزء الهيدروليسيس اوف سولت. بعد كده دخلنا في جزئيه الديجري اوف solubility، واللي هي معناها بيدوب منك كميه قد ايه، بيدوب حته صغيره في الميه وتعمل ايونيك ايكويليبريم. ليه بتعمل ايونيك ايكويليبريم؟ عشان هي ما بتدوبش. الجدول الاهم الشابتر 4 بتاع مين قبل مين. عايز بقى انبه هنا على حاجتين جامدين جدا. ايه هما؟ الكلام ده الجدول ده بتاع حالة الاتومز. يعني ايه؟ يعني لو قال لي مثلا انا عندي الومنيوم بوزيتيف 3 هيتحول مثلا لالومنيوم بوزيتيف 4، الاكسيديشن بتاعه بكام؟ ما تروحش تجيب لي ده، ما تكتبش ده. ليه ما اكتبهوش؟ انت اللي عندك الالومنيوم الزيرو البوزيتيف 3، بس من 3 ل 4 بكام الله اعلم ما نعرفش. فتاخد بالك ان الجدول ده بتاع الاتوم بس فيه 2 ايون، ودول اللي تاخد بالك منهم، الكروميوم واللي انت مش عارف اسمه ده اللي هو التن، القصدير. فتاخد بالك من الاتنين دول. وطبعا لو عايز الهيدروجين، او مش الهيدروجين، الهيدروكسيد بكام، ودي طبعا مهمتها في الفيول سيل. وعندنا الفلورين تحت برضو ايون. تبقى واخد بالك ان الجدول ده بتاع اتومز وليس ايون. بيقول لك بقى ازاي تحسب الاي ام اف. طبعا عارفين اوكسيديشن الانود ماينس اوكسيديشن الكاثود. وبعد كده كاتب لك الحمد لله يعني الرياكشنات بتاعت الباتريز بالتفصيل. يعني انت لو ناسي
في الميركوري سيل مين الانود ومين الكاثود؟ بص هنا اهو، الزنك من 0 لبوزيتيف 2، فكده حصل له اوكسيديشن يبقى هو الانود. ونفس الكلام في الفيول سيل. وافكرك بحاجه، ان في الفيول سيل الهيدروجين ما كانش الستاندرد، يعني الهيدروجين ده مش بزيرو، الهيدروجين ده ب 0.83، لان ده مش في الستاندرد كونديشنز. الليد اسيد باتري اللي جايه في امتحان كل سنه 2025 اهي، جايه اهي، جايه طبعا، عشان قلت جايه يبقى مش هتيجي، بس انا بقول لك ان هي جايه. وبتتشحن ازاي والكلام اللي انت عارفه طبعا. ان كيس ان انت حسيت ان دماغك ساحت في الامتحان، تفتح كتاب المفاهيم تطلع الدنيا. بس زي ما بقول لك يفضل ان انت تكون حافظ شويه حاجات تنجز عليك في الوقت. نفس الكلام الليثيوم ايون. واأكد على حاجه، ان هذا الليثيوم بزيرو وليس بوزيتيف 1، ده متشال على الجرافايت، متشال عليه، مش عامل كومباوند معاه. بعد كده عندنا البروسيس بتاعت الايرن راستنج. اهم خطوه فيها ان انت في عمليه الكوروجن او عمليه الراستنج، ان الريدكشن بيحصل للاكسجين، الريدكشن يحدث للاكسجين. وطبعا الكاثوديك والانوديك، ودي طبعا كل سنه في الامتحان برضو. ما انا بقول كل حاجه بتيجي، يعني هم لو ما جابوش كل ده هيجيبوا ايه؟ فاكيد دي جايه يعني. الكاثوديك لما بتعمل كفر بليس اكتف، والانوديك لو هي مور اكتف. كلام برضو عارفينه. والالكتروليتيك سيل بقى بيشرح لك الكلام. وقوانين فاراداي، اللي انا الصراحه شايف ان القوانين الاربع قوانين اللي انا مديهم لك هم يحلوا اي مساله في خطوه، ودي احسن بكتير من القوانين دي. اوكي. طيب لو كمان احتجت بتاعت الالمنيوم بوكسايت دي اهي. طب دي كانت مهمتها في ايه او قوتها في ايه؟ قوتها في كذا حاجه عايز افكرك بيها. ان هو ممكن يجي يقول لك هو لو انا عايز اطلع 1 مول من السي او 2 محتاج كام فاراداي في الالمنيوم بوكسايت؟ طب انا عندي الالمنيوم اهو Al2O3، الالمنيوم ده اصلا بيحتاج 6 فاراداي عشان يحصل له الكتروليسيز. طب ليه؟ لان الالمنيوم الواحده بوزيتيف 3، يعني الواحده بتحتاج 6 الكترون، الواحده بتحتاج 3 الكترون، وانت معاك 2، يعني كلهم على بعض 6 الكترون. 6 الكترون يبقى 6 فاراداي. طب الالمنيوم هيتفكك ويطلع 3 اوفر 2 اكسجين، ال 3 اوفر 2 دول بيمسكوا في 2 كربون عشان يطلعوا لي 1 مول من السي او 2. فهو ممكن يلعب معاك بقى. لو انا اديت 3 فاراداي بس للالمنيوم بوكسايت يطلع لي كام مول سي او 2؟ يبقى ساعتها السي او 2 هتكون النص، هاف مول. طب لو انا عندي الومنيوم بوكسايت واديت له 12 فاراداي يطلعوا لي كام مول سي او 2؟ 2 مول. او يقعد يلعب بقى، لو انا معايا 2 الومنيوم اوكسايد يطلعوا كام سي او 2؟ 2، وهكذا. عملية البيوريفيكيشن اوف ميتالز خلاص دي عارفينها برضو وما فيهاش مشكلة. نيجي بقى للأورجانيك كيمستري. كتاب المفاهيم في الأورجانيك كيمستري ملوش لازمة. ليه ملوش لازمة؟ ما هو كل حاجة مكتوبة. وانت فكرك ان هو في الأورجانيك هيسألك من اللي مكتوب؟ هو هيجي مثلا تعالى كده على جزء الرياكشنز اهو. انت يا عم عندك مثلا الصوديوم اسيتيت، دراي ديستيليشن يطلع ميثان، كلام جميل. هو في الامتحان مش هيجيب لك الصوديوم اسيتيت اصلا، هيروح يجيب لك يقول لك كده انا عندي صوديوم بروبانويت. تقعد انت بقى تمسك كتاب المفاهيم تعكسه فوق تحت تشقلبه، مفيش صوديوم بروبانويت في المنهج. فهتعمل ايه؟
الكيمياء صعبة. ما هو ده اللي احنا بنهري فيه بقالنا 5-6 شهور، ان وجود كتاب المفاهيم مفيد من الشابتر 1 ل 4. في كل تشابتر ممكن تطلع منه بمعلومة، في الاورجانيك 0. الحاجة الوحيدة اللي مفيدة في الاورجانيك وهي اليوزز فقط. يعني اليوزز بتاع الهالوجينيتد ديريفاتيفز للالكان، سواء كلوروفورم، هالوسان، فريوم، برفيوم، كلهم مكتوبين. فهو مفيد بس في حتة اليوزز، مفيش حاجة تانية. طيب تخش على اللي بعدها، برضو الرياكشنز دي مش هتيجي بالنص. كل الرياكشنز دي مش هتيجي بالنص. اللي بيجي كل سنة على فكرة اليوزز دي، يوزز البوليمرايزيشن اللي في جزء الالكين. يقعد بقى يقول لك طب لو انا عندي حاجة بتستخدم في صناعة الكاربتس، كاربتس يبقى عندي البروبين. طب يجي يقول لك مثلا لو انا عندي حاجة بتستخدم في صناعة درينج تيوبس، يعني ايه؟ يعني بعد عنك كده مواسير الصرف الصحي، يبقى مين؟ البي في سي، البولي فاينايل كلورايد، وهكذا. فهي اليوزز بس اللي ليها لازمه. فانت يفضل تبقى عارف برضو اليوزز دي قاعده في انهي صفحه. لكن كل الكلام ده ما بيجيش بالنص. يعني اخرك يعني لو نسيت خطوه في سؤال هاو تو اوبتين، يعني هي اسئله هاو تو اوبتين اللي معتمده على الحفظ من المنهج، فهاو تو اوبتين اللي ممكن تمشي. الفانكشنال جروب ممكن تساعدك. انا كنت ناسي السي اتش او دي اللي هي عيله مين؟ الدهايد. خلاص، بس انا لازم ابقى حافظ رياكشنات الالدهايد بيعمل ايه، يا كذا يا كذا. نفس الكلام هنا، مفيش اي حاجه تذكر. تقعد تقلب تقلب تقلب، مفيش اي حاجه من دول بتيجي. كلهم بيجيب لك مستويات تانية. نفس الكلام، مفيش اي حاجه بتيجي. نفس الكلام، انا بدور على اليوزز بس، يعني انا عايز اوريك اليوزز اماكنها فين، مش عايز حاجه تاني. مفيش. كله مفيش اي حاجه خالص. كل الكلام ده مش بيجي بالنص. عشان ما اهو اليوزز اهي. بدايه من الفورميك اسيد، هو كاتب لك بقى المختصر المفيد على طول: دايز، انسكتسايد، برفيوم، دراجز، بلاستيك. فيجي يقول لك ان انا عندي اورجانيك اسيد بيستخدم في البلاستيك، خلاص مش هنقعد نهري، هو فورميك اسيد، ما انت مش هتقعد تحفظ. المتكررين جدا 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 دي 24 دور اول. البنزويك اسيد بيعمل صوديوم بنزويت اللي هو ده يعتبر بيجي كتير برضه في فود بريزرفاتيف. لو نسيت سيمبل الستريك اسيد يا عم ولا يهمك، اهو مكتوب. نسيت اللاكتيك اسيد ولا يهمك، موجود. نسيت ان في حاجه اسمها اسكوربيك اسيد. الاسكوربيك اسيد ده بيعمل مرض اسمه اسكرابوت، ده بسبب وجود الفيتامين سي قليل. ساليسيليك اسيد ما فيش حاجه اسمها نسيته، او مش شالوه اصلا، بس اكيد ما تنساش سي او او اتش و او اتش. الامينو اسيد كانوا بيتعملوا ازاي؟ عندنا مثال واحد اللي هو الجلايسين. طب تعالى الحاجة كمان من الحاجات المتوقع ان هي تيجي، لان هي ما جاتش قبل كده خالص حتى الان، هي الاويلز والفاتس. يجي يقولك هو انا ازاي بعمل الاويل او الفاتس؟ بيتعملوا ازاي؟ عبارة عن ان انا كل اللي كنت بعمله بجيب اي 3 اسيدز مش ماسكين في بعض. يعني ما تروحش تجيب الستريك اسيد، لا، هما لازم 3 مش ماسكين في بعض، وتحط عليهم الجليسرول. تعمل عملية استرافيكيشن، الاسيد بتطلع منه الاو اتش، والالكول بتخرج منه اتش، وخلاص على كده التلاتة بيمسكوا في بعض، بيبقى اسمه تراي جليسرايد استر. دي عشان لو جت، لان هي ما جاتش قبل كده فمتوقع ان هي تيجي، يعني هم دايما بيشوفوا اللي انت مش مركز عليه ويجيبوه. بعد كده كان عندنا الداكرون. الداكرون ده اللي هو بيجي من التيرفيساليك اسيد والايثيلين جلايكول.
والداكرون ده لو فاكر كان بيستخدم في المجال الطبي بس مش دواء، كان بيستخدم ان هو في الهارت فالف يعني الشرايين وصمام القلب والحاجات دي، بس ده عبارة عن انرت يعني ما بيعملش رياكشن مع اعضاء الجسم عشان ما يطردهوش الجسم. بعد كده عندنا في المجال الطبي بقى الاتنين اللي بيتاخدوا الاسبرين والماروخ اويل. الماروخ اويل ده اللي هو علاج الروماتيزم، مكتوبة هنا، مكتوبة هنا، او بيسموه اويل وينتر جرين عشان لو جاتلك في الامتحان تقول ايه هو ايه ده الماروخ اويل. وطبعا مكتوب بالتفصيل ايه هو اليوزز بتاعت الاسبرين والماروخ اويل، فما تقلقش يعني من الحتة دي. ومكتوب كمان الرياكشن بتاعتهم، يعني لو انت دلوقتي جه قالك اكتب لي سيمبل الاسبرين، مش لازم ان انت تقعد تعمله، افتح كتاب المفاهيم طلع السيمبل بتاعه شكله ايه على بعضه. قال لي ماروخ اويل ومحتاج السيمبل بتاعه، طلع على طول الجزئية بتاعته. فيها حاجة صعبة تقول لي تمام. وبس كده يا صديقي، يكون حمد لله على السلامة، خلصت معاك كده كتاب المفاهيم وفايدته.